ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد من قناتي. دلوقتي كانت الساعه 12 بالليل، فقررت بقى ان انا اقوم اخلص اللي ورايا بسرعه كده بعد ما الولاد ناموا، علشان الدنيا الصبح تبقى رايقه وما تبقاش متكركبه فوق دماغي. اول حاجه دخلت على المطبخ هنا، قلت ايه اشطب الحوض في السريع كده وانا واقفه، علشان الدنيا الصبح معايا تبقى رايقه زي ما قلت لكم، يبقى بس ايه مش ورايا غير الغدا. اول حاجه جبت الليفه وبدات ان انا انضف الرخامه ومسحتها كويس، وحطيت السجاده اللي انا بطلع عليها المواعين عندي علشان تنشف. كان عندي شويه مواعين مش كتير، يعني كان عندي ضيوف في اليوم ده، فحطيت طبعا حاجات ساقعه وكده، فكان عندي شويه كوبايات كتير موجودين كده، وكمان شويه من الاطباق اللي كانت موجوده وقت الغدا. قلت اغسلهم بسرعه على طول كده وانا واقفه، علشان بصراحه كنت هسيبهم، كنت مكسله عنهم جدا. بس قلت طالما الاولاد ناموا والدنيا خلاص بقت هدوء، جريت دخلت على المطبخ على طول واستعنت بالله وبدأت ان انا اشتغل. جبت يا دوبك الطبق دوت، حطيت فيه شوية صابون وشوية مية، وبدأت ان انا اغسل واصبن الكوبايات كويس جدا في السريع كده وانا واقفة علشان انام والمطبخ بتاعي يبقى رايق وهادي. والله يا جماعة انا اكتشفت مؤخرا ان اليوم اللي انا بنام فيه بيبقى عندي فيه مواعين في المطبخ كتير، والمطبخ ما بيبقاش مترتب. اليوم ده ما بعرفش انام بالليل، بيبقى عندي حرفيا حالة من الأرق بتفضل ملازماني لحد الصبح، وبفضل انام واصحى وانام واصحى لحد الصبح. النهار ما بيطلع بكتشف ان انا ما نمتش ساعة على بعض. ففعلا المواعين او بالمعنى الاصح المطبخ لما بيبقى مش نظيف بالليل وبتنامي وبتسيبيه، ده بيعمل زي طاقة سلبية كده في البيت، بتخليكي عندك حالة من الأرق وبتخليكي مش عارفة تنامي كويس. بس بعد كده بقى قلت لأ، مش لازم بقى ان انا اسيب المواعين دي وعيني بقى من الأرق طول الليل بسبب شوية كده كوبايات وشوية اطباق. يعني قلت لأ، قومي بقى على طول كده ادخلي، وشغلت بقى مية سخنة علشان برضو الجو كان ساقع، بدأ الجو يسقع شوية. قمت قايمة على طول بقى شطفت وغسلت كده، ما خدوش في ايدي بصراحة اي وقت خالص. قلت الافضل ان انا اعملهم بدل ما بيتهم للصبح، كنت بطلعهم على السجادة دي اللي انا قايللكوا عليها علشان يصفوا المية بتاعتهم وينشفوا. في الاخر خالص بشيل كل حاجة مكانها بعد ما المواعين عندي بتتصفى او بتنشف. بعد كده جبت بقى الاطباق زينة، اليوم دوت كنت عاملة فيه بسلة ورز وفراخ وكده، فكان عندي كام طبق كده مكان الغدا، وقلت برضو اغسلهم كده وانا واقفة على طول. انا عندي هنا بستخدم صابون السائل اللي هو البريل العادي، لو مش موجود بجيب الكيلو عادي من عند بتاع الصابون برضو، بس بحط عليه ربع كوباية من الخل، بيديني نفس المفعول ونفس الرغوة بتاعة بريل اللي احنا بنجيبه من بره. الخل عندي بيعقم وبيطهر وبيخلي الحاجة حلوة جدا، وبيقتل اي جراثيم وميكروبات موجودة عندك في الحاجة. بس بدأت ان انا طبعا اشطف بالمية السخنة الاطباق كده في السريع علشان خاطر اخش على اللي بعده. وهنا كنت كل شويه بجيب المساحه وببتدي ان انا امسح الميه اللي موجوده عندي على الرخامه. المساحه دي يا جماعه حلوه جدا، هاتوها اشتروها، هي اصلا مساحه بتاعت الزجاج، لكن انا بستخدمها في المطبخ كده، بمسح بيها الميه اللي بتبقى موجوده عندي على الحوض على الرخامه. هاتوها واستخدموها، تعجبكم قوي وهتريحكم وهتقضي معاكم الغرض، وكمان احسن من حته القماشه او من الحته اللي احنا ممكن نستخدمها، لان ما بتحتاجش بقى انها تتغسل وتتعسر، لا على طول بمجرد ان انتي ما بتمسكيها بتجري بيها المية على طول، وبتبقى سهلة اوي وبسيطة في استخدام. هنا طبعا ما غسلتش كمية الحلة اللي كانت عندي كلها، قلت بس اغسل معاكم حلة واحدة كده. وكمان كان عندي الطاسة دي كنت عاملة فيها مش عارفة كنت عاملة فيها فقلت برضو اغسلها كده بسرعة، ما خليش اي حاجة ورايا خالص، علشان لما اصحى الصبح ابقى رايقة والمطبخ بتاعي رايق، ما يبقاش فيه عندي اي مشكلة. من الحاجات المهمة جدًا إن أنتِ قبل ما تنامي مهما كنتِ تعبانة ومهما كنتِ مكسلة، لأ، لازم تقومي كده تتشجعي وتخلصي مطبخِك عشان الدنيا عندِك تبقى رايقة،
وكمان المواعين تبقى عندِك سهلة بقى، مش يبقى الأكل لازق فيها لمّا تبيتيها وتبقى صعبة بقى وتاخد منِّك وقت ومجهود. أول بأول كده هتلاقي الدنيا ضبطت معاكِ. هنا كان عندي برضه كام معلقة كده خدتهم في السرير وبدأت إن أنا أغسلهم وشطفتهم، وكنت باحطهم في الصفاية بتاعة المعالق اللي أنتم شايفينها اللي أنا حاطاها على جنب الحوض هنا. ما خدتش منّي وقت خالص، الدنيا كانت رايقة والمَيّة عندي كانت قوية، وكمان الأولاد لمّا بيبقوا نايمين تقدري إن أنتِ تنجزي أي حاجة هتاخد منِّك وقت وهُم صاحيين، لمّا بيناموا مش هتاخد منِّك وقت خالص. حاولي دايمًا قبل أمّا تنامي تخلّصي مطبخِك، لو عندِك مثلًا حاجة في الصالة عايزة تتشال تقدري إن أنتِ تلمّي الدنيا كده في السريع قبل ما تنامي. حتّة السلك دي باقول لكم هنا مش هاستخدمها تاني خلاص هارميها. بعد كده رُحت على البوتاجاز جِبت إزازة الخل، حطيت كده معلقتين كبار من الخل في العلبة دي وحطيت كمان شوية من الصابون. طبعًا أنتم عارفين إن الخل زي ما قُلت لكم بينضّف وبيطهّر وبيلمّع الحاجة. بعدين مليت العلبة دي بالمَيّة وجِبت حتّة سلكة نضيفة وبدأت إن أنا أدعك البوتاجاز عندي، كان واقع عليه حاجات كتيرة بقى زيت وأكل وشوية شوربة ومش عارف إيه مكان ما طبخنا وعملنا الغدا. فبدأت إن أنا أدعكه كويس جدًا كده بالخل وبالصابون اللي أنا حاطاهم في العلبة وما رشيتش عليه أي حاجة خالص، وبدأت إن أنا أدعك كويس جدًا كده بالسلك علشان لو في طبعًا أي حاجة لازقة تطلع معاكِ. أنا المفروض إن أنا باعمله كل يوم بعد الغدا، يعني بعد آخر وجبة، سواء كانت وجبة غدا أو وجبة عشا، بابتدي إن أنا أنضّف البوتاجاز، لكن البوتاجاز هنا أنا كنت سايباه بقى لي بالضبط يوم أو يومين ما عملتوش، علشان كده كان متوسخ بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده. فبدأت إن أنا أدعك كويس جدًا بقى، وكان في حتت لازقة كتير وزيت كان واقع مكان مقالين الفراخ وكده، فكان مغلّبني بصراحة. بدأت بقى إن أنا كل شوية أعيد وأزيد على الحتة اللي أنا بالاقي فيها دهون أو بالاقي عليها بُقع واقعة كده مكان ما طبخنا. هو أسهل حاجة وأسلم حل إن أنتِ بعد آخر كل طبخة تمسكي بوتاجازِك كده وأنتِ واقفة على طول تصبّنيه وتمسحيه بحتة فوطة نضيفة، هيبقى زي الفل معاكِ ومش هياخد منِّك أي وقت ولا أي مجهود. هنا جِبت حتّة القماشة دي وبدأت بقى إن أنا ألِم الصابون والخل اللي أنا عاملة بيه البوتاجاز واشطفها وارجع تاني أنضّف وأمسح لحد ما زِلت أو شِلت كل كمية الصابون اللي كانت عندي على البوتاجاز. بُصّي البوتاجاز الخل بقى خلّاه كده بيلمع ولونه جميل إزاي. هي دي بقى وظيفة الخل إن هو بيدّي لمعة كده للstainless وكمان بيدّيه بريق، وناهيكِ بقى عن النضافة اللي الخل بيسيبها موجودة في الحاجة. حسيت هنا إن في بُقع زيت لسه لازقة في البوتاجاز، فجِبت السترس، أنتم عارفين إن أنا باحب أستخدمه جدًا، وبدأت إن أنا أرُجّه كويس وأوزّع كده وأبُخ على البوتاجاز على الحتت اللي لازق فيها دهون مكان زيت، وما عرفتش أطلّعه بالسلكة لأ، رشّيت كده شوية سترس كمان على كل الجوانب اللي عندي اللي موجودة في البوتاجاز وسِبته 5 دقايق، بعدين جِبت الليفة دي وبدأت إن أنا أدعك في السريع. بُصّوا خلاص هو كان بالفعل خلاص بوّش أو دوّب كل الدهون اللي كانت لازقة وكانت مستعصية عليَّ وما كنتش عارفة إن أنا أطلّعها. بدأت بقى إن أنا كده أدعك بالليفة كده في السريع دعكة بسيطة من غير أي مجهود، لإن أنا already كنت منضّفاه بالسلك، بس كان في شوية دهون مغلباني فقُلت لأ أنضّفه بقى تنضيفة محترمة بالسترس، وبدأت إن أنا أدعكه كده بسرعة، وكمان رُحت جِبت بقى الليفة برضه لأ القماشة بليتها مَيّة، وبدأت إن أنا ألِم بقى في السترس كويس جدًا، أغسل الحتة دي وارجع تاني ألِم لحد ما شِلت كل كمية السترس اللي كانت عليه، والبوتاجاز بُصّوا اللهم بارك بقى بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده. الخل مع الصابون مع السترس خلّوه كإنه لسه خارج من الكرتونة. باشيل أهم حاجة الصابون كويس، ولو في أي مَيّة وقعت جوّه العيون هتشيليها وتطلّعيها، بس أنا باحاول إن أنا بقدر الإمكان ما انزّلش مَيّة في العيون علشان أسهّل على نفسي. هنا البوتاجاز بُصّوا بقى فُلّة شمعة منوّرة، هاجيب بقى الحوامل بتاعتي وابتدي إن أنا أرصّها بالمنظر ده، وكده خلّصنا البوتاجاز وبقى مِيَّة، مِيَّة. رُحت على الرخامة اللي أنا حاطة عليها الفرن الميكروويف بتاعي، وبدأت أشيل الحاجة اللي أنا رصاها، وجِبت السفنجة وحطيت عليها شوية صابون. السفنجة دي طبعًا أنا كنت بلّاها مَيّة، وبدأت إن أنا أدعك كويس جدًا الرخامة. كان عليها بقى حاجات واقعة، ردّة عيش ومش عارف فبامسك كده الليفة وبادعك دعكة كده محترمة علشان أنضّفها وأعقّمها، والصابون دوّة أي نوع تستخدميه بيكون برضه بيقضّي الغرض.
جبت هنا حتة القماشة بلها مية وبدأت ان انا امسح واشيل الصابون كويس جدا علشان ارجع تاني الحاجة وارصها مكانها. هنا خلاص كنت شلت كل كمية الصابون اللي كانت عندي على الرخامة، والرخامة نطفت ونورت زي ما انتوا ما شايفين كده، ما خدتش مني وقت خالص. بس يا جماعة جبت بقى الحاجة اللي انا كنت رصاها، حاطة هنا البن والسكر في العلبتين دول، وحاطة هنا الزهرية الصغننة دي يعني كمنظر للمطبخ. رحت جريت بقى على الارض وقلت لا لازم اكنسها كنسة محترمة، الارض عندي ما كانتش نظيفة خالص. كنت جايبة المقشة بقى وكنست بسرعة، ما خدتش مني اي وقت خالص. كمان رحت جبت الجردل والشرشوبة وجبت شوية من الكلوركس الألوان حطيتهم في المية، وبدأت ان انا ألمع كمان الأرضية في السريع علشان الدنيا عندي تبقى جميلة، ولما اصحى الصبح ان شاء الله يبقى نفسي مفتوحة ان انا اعمل غدا، وان انا اخش بقى اعمل كوباية القهوة الجميلة بتاعة الصبح. بس انا بكتفي ان انا بمسح الارض بكلوركس الالوان يا جماعة، هو ريحة وبيدي نظافة وبيلمع الارض، يعني تقدري تقولي فيه كل المميزات. هنا كنت بنشف الارض وخلاص يعتبر كده انا خلصت. ده كان الشكل النهائي للمطبخ بتاعي، الحمد لله الدنيا راقت وبقت زي الفل. ودي البوتاجاز دي فراخ انا كنت مطلعاها عشان تفك هنا تاني يوم واقدر ان انا استخدمها. كمان الرخامة كانت بالمنظر ده، بصوا عندي هنا الضيفة اللي كانت عندي كانت جايبالي مخلل ليمون وفلفل عشان عارفة ان انا بحبه، بتعمله حلو قوي ربنا يبارك لها بجد، دايما بتجيلي كده ومنوراني. وكمان شغلت الغسالة، قلت اشغل دورة كده بالليل عشان لما اصحى الصبح اقوم بقى انشر. ده كان الفيديو، تصبحوا على خير، بحبكم جدا، اشوفكم الفيديو الجاي.